حقق منتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة فوزا كاسحا على ضيفه باكستان بنتيجة 7-0 اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026 لكرة القدم. وأنهى منتخب النشام الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما موسى التعمري ويزن النعيمات من ركلة جزاء في الدقيقتين 15 و28. وفي الشوط الثاني أضاف براء مرعي الهدف الثالث في الدقيقة 53 قبل أن يسجل التعمري الهدف الثاني له والرابع للأردن في الدقيقة 63. وأضاف وصيف كأس آسيا الأخير 3 أهداف متتالية سجلها نور الدين الروابدة وموسى التعمري ومحمد فيصل أبو زريق في الدقائق 75 و80 و83. وكان منتخب الأردن فاز على باكستان بنتيجة 3-0 يوم الخميس الماضي ليرفع بذلك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني ليقلص الفارق مع منتخب السعودي صاحب الصدارة. ويعتلي منتخب السعودي الترتيب برصيد 10 نقاط بعد تعادله 1-1 مع طاجيكستان صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط في وقت سابق يوم الثلاثاء.